السلام عليكم أعزائي المشاهدين. سوف نتكلم في هذا الفيديو عن طريقة ترك أثر في حياتك يعود لك في الأجر المستمر في حياتك وحتى بعد موتك لا ينقطع عنك الأجر. وسوف أقترح لك بعض الأفكار الصغيرة التي لا تكلفك أي جهد أو مال وتعود لك بالأجر الكبير. أولا، جماعة الأجهزة الذكية مثل جالكسي أو آيفون أو أي جهاز يعمل بنظام الأندرويد يمكنك تحميل المصحف الكريم تصفحا وترسله إلى أصدقائك، حيث أن كل شخص من أصدقائك يقرأ في هذا التطبيق سوف يعود الأجر لك لأنك أنت الذي أرسلته. واطلب من أصدقائك أيضا أن يرسلوا هذا التطبيق إلى أصدقائهم لينتشر بشكل أوسع ويكون الأجر الذي يعود لك بشكل فقط المصحف الكريم. هناك تطبيقات كثيرة في السوق بلاي تستطيع من خلالها أن تحصل على الأجر الكثير. اختر تطبيقات مميزة وجميلة ومفيدة وارسلها إلى أصدقائك ليزداد أجرك. ثانيا، إذا كنت من أصحاب الفجر وتستيقظ يوميا لصلاة الفجر فاتفق مع صديق لك أو أكثر على أن توقظه لصلاة الفجر عن طريق الاتصال به. وقد لا يستيقظ في المرة الأولى ولا الثانية، ولكن لا تيأس، حاول حتى يستيقظ، وبذلك يكون لك أجر كبير لأن صلاة الفجر أجرها عظيم جدا عند الله. وهذه طريقة جميلة ومجربة ونفعلها يوميا في جامعنا، حيث لي صديقة تصلي يوميا الفجر لإيقاظي على صلاة الفجر. ثالثا، كن دائما أنت المبادر والأول في تحفيظ الأطفال قصار الصور، وخاصة سورة الفاتحة، حيث أنه عندما يكبر ويبدأ يصلي كلما يصلي يعود الأجر لك لأنك أنت أول من حفظته سورة الفاتحة وهو في كل صلاة يقرأها. وتخيل أنه يصلي مدى الحياة وكل ما يصلي يعود الأجر لك. تخيل الأجر العظيم. لذلك حاول قدر الإمكان أن تكون أنت السباق في تحفيظ الأطفال قصار الصور. رابعا، اذهب إلى أقرب مكتبة واشتري بعض الكتيبات الجميلة والمفيدة وضعها في مكان عام مثل عيادات الأطباء أو الحلاقين، حيث أن كلما شخص يجلس ويقرأ بهذه الكتب سوف يعود لك بالأجر، وبذلك يكون قد حصلت على أجر وساهمت في نشر الثقافة في مكان. تشتري كتاب مفيد جدا وتهديه إلى أحد أصدقائك ليقرأه وبذلك يستفيد منه ويعود لك الأجر أيضا. خامسا، الكثير منا يجلس على اليوتيوب لمشاهدة الفيديوهات، وهناك فيديوهات جميلة ومفيدة ومؤثرة جدا. وإذا رأيت فيديو أعجبك جدا ومفيد حاول أن ترسله إلى أصدقائك عن طريق نسخ الرابط وإرساله أو عن طريق البلوتوث. وإذا كان لديك مجموعة كبيرة من الفيديوهات المفيدة ضعها في فلاش وأعطيها لأصدقائك يستفيدون منها. وإذا كنت تشترك في قنوات مفيدة وجميلة فانصح أصدقائك أن يشتركوا بهذه القنوات ليستفيدوا أيضا. وهناك قناة جميلة جدا ومفيدة ومنوعة على اليوتيوب وضعت لكم الرابط أسفل الفيديو، اشتركوا بها، قناة جميلة جدا. سادسا، إذا كان لديك محل في مكان عام فيمكنك وضع أمام المحل براد أو ترمس ماء، حيث كل ما يمر شخص ويشرب من هذا الماء سوف يعود لك الأجر. هذه طريقة جميلة ومفيدة تنفع بها الناس ويعود لك الأجر. سابعا وأخيرا، الواتساب. هناك مقالات كثيرة على الواتساب يمكنك مشاركة بها أصدقائك، وحتى يمكنك أن تكتب مقالات مفيدة وتنشرها لأصدقائك. والحمد لله الكثير منا يستخدم هذه الميزة في نشر المقالات المفيدة. مقالات تافهة ومزعجة تصلنا كثيرا وأرجو عدم إرسالها. مثال على ذلك المنشور الذي يصلني دائما يخبرني بأن الواتساب سوف يغلق، لذلك يجب أن أرسل هذه الرسالة إلى 20 شخص حتى لا يغلق عندي الواتساب، وهذا المنشور كذب في كذب، حيث أني كل مرة تصلني ولا أرسلها لأي شخص ولم يغلق الواتساب عندي حتى الآن، لذلك رجاء عدم إرسال هذا المنشور. ومثال آخر يرسل لك أسماء الله الحسنى ويقول لك إذا أرسلتها إلى 30 شخص بعد 3 أيام ستسمع خبر مفرح جدا، وإذا لم ترسلها سيصيبك حزن يستمر معك 3 سنين. أو يخبرك بأن الشخص حلم بالرسول، وهناك بنت أيضا حلمت بالرسول وهذا رقم الشيخ اتصلوا به لتتأكدوا من الخبر، وهذا كله كذب في كذب، فرجاء رجاء رجاء عدم إرسالها.
بالأجر في حياتك وحتى بعد مماتك، ولا تكلفك إلا الجهد القليل أو الفيديو. أرجو أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ويسعدني جدا تقبل آرائكم ومقترحاتكم حول الفيديو، وأتمنى جدا لو تعملوا سبسكرايب للقناة، وتحياتي للجميع والسلام عليكم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم، محفوفة بالنخل والرمان. غرفات